النهارده انا عامله لكم حاجه جديده جدا هتعجبكم قوي. بصوا تعالوا نشوف كده انا عامله لكم ايه. انا عامله الكيكه المستحيله. ايه الجمال ده؟ بجد تحفه تحفه تحفه. او بيتقال عليها قدره قادر. بجد سهله وبسيطه جدا وهتعجبكم جدا. مش عايزه اقول لكم قد ايه خطيره بجد، وغير ان طعمها تحفه. يعني بصوا قد ايه هشه وخفيفه جدا. طبعا. بصوا طعمها رهيب. طب تعالوا كده نشوف عملنا ايه مع بعض. نبدأ مع بعض كده بسم الله. اول حاجة كده هجيب معايا نص كيلو لبن. هجيب معايا هنا كريم كراميل. العلبة دي في 2 في 1. ده صوص الكراميل. تمام، انا هنزل هنا على اللبن بالكريم كراميل. وبعد كده هقلبه معايا. لو انت حابه تضيفي سكر ضيفي، مفيش مشكله. انا كل ده قلبت على البارد معايا. بعد كده هرفعه على النار. اول ما يبتدي يغلي معايا كده خلاص كده المرحله دي خلصت. هشيله واحطه معايا على جنب، واجهز بقى معايا الصينيه اللي هنشتغل بيها. انا هنا دهنت الصينيه معايا دهنة زيت. القالب بتاعنا اي قالب عندك مفيش مشكله. وبعد كده نزلت بصوص الكراميل كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هجيب الكريم كراميل هنزل بيه كده في القالب. وهسيبه معايا على جنب لحد ما يهدى خالص ويبرد. هنعمل بقى الخطوة التانية اللي هي الكيكة. اول حاجة هجيب معايا بضاية. هنزل معاها عليها بالفانيليا بتاعتنا ومعلقة خل، وابتدي اضرب بالبضاية بتاعتي كده. احنا هنا ممكن نشتغل بالخلاط عادي، وممكن نشتغل بالمضرب اليدوي. انا هنا حطيت كوباية الا ربع سكر. نص كوباية زيت. نص كوباية لبن. وبعد كده بقى هنزل بالمواد الجافة بتاعتي. انا هنا معايا كوباية وربع دقيق. وربع كوباية كاكاو خام اسباني. ومعلقة بيكنج باودر. وهنخل المكونات دي كلها كده علشان عايزة الكيكة بتاعتي تبقى هشة وخفيفة. بعد كده بقى هقلب المقادير بتاعتي كده كلها مع بعضها لحد ما تاخد القوام اللي هو الخفيف الحلو ده، ولا منها تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. انا هنا حطيت معلقتين لبن تاني. هجيب بقى معايا هنا الكريم كراميل بالشكل ده، وهنزل بقى بالخليط بتاعي كده. انا هنا طبعا مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. انا هجيب خلة معايا كده وهقعد احرك في الكيك كده عشان لو فيها هواء او فراغات تطلع معانا. هجيب معايا صينية هنا ألمونيوم، واحط فيها مية سخنة ومعلقة خل عشان الصينية ما تسودش. واحطها معايا في الفرن. واوريها لكم بعد ما تخرج. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. هحطها في التلاجة من ساعة لساعتين. بصوا ده شكلها بعد ما خرجت معايا من التلاجة اهو. انا جبت السكينة كده وبحاول افك الحروف معايا عشان تنزل معايا بكل سهولة. او ممكن تحطيها في شوية مية سخنين. بصوا هي نزلت معايا بكل سهولة اهو. بصوا انا حركتها لحد ما نزلت معايا. بصوا شكلها حلو جدا. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لي متابعة وتشيروا الفيديو وتصلوا على النبي في الكومنتات. استنوني في أكلة جديدة بوصفة جديدة. أشوفكم على خير. باي باي.